السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. هنتكلم على مباراة مهمة جدا، هي مباراة ألافيس وبرشلونة. مباراة مهمة جدا في الدوري الأسباني. طبعا حاليا المباراة 1-1، وهنتكلم على تفاصيل مهمة جدا في المباراة. طبعا الأول البرشلونة كان متأخر بهدف، وكان هدف عن طريق غلطة دفاعية. بعد كده لسه مسجلين هدف التعادل. طبعا اللي سجل هدف يمين يمال، والنتيجة حاليا 1-1. أتوقع المباراة دي تنتهي بالفوز لصالح برشلونة بنسبة 99%، 3-1 أو 4-2. دي توقعاتي على مباراة اليوم. طبعا التشكيلة المتوقعة لبرشلونة 4-2-3-1، والتشكيلة المتوقعة لأليفيس هتكون 4-2-3-1، برضو نفس التشكيلة بتاع برشلونة. زي ما قلت لكم دي توقعاتي الشخصية، ان المباراة دي هتنتهي بالفوز لصالح برشلونة 4-2 او 4 او 3-1. واتوقع ان يامال هيسجل هدف تاني في المباراة دي، ولوفندوسكي اتوقع ان هو يسجل فيها هدفين. دي كانت توقعات الشخصية. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.